ضجة كبيرة بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، ورسميا رفض المشاركة في العديد من الاجتماعات السرية، وكشف العديد من الاجتماعات السرية اللي داروها بعض القادة العرب. مفاجآت كبيرة، ننقل لكم بحول الله واش قالت الصحافة العربية وحتى مواطنين. نقلت لكم واش قالوا العديد من المواطنين والشعوب العربية على الرئيس عبد المجيد تبون والاجتماعات السرية، وصراحة ودخول الجزائر بقوة مع عودة ملف التهجير. دخل الجزائر بحول الله بقوة لتطرح خطة جزائرية بديلة للمصرية اللي فشلت بشكل رسمي وما راهيش راح تطبق. وحتى واش راح يدير عمر بن جامع؟ تحرك هو واحمد عطاف. مفاجآت كبيرة وردع لبعض الحكام العرب وحتى وزراء الخارجية. بصح قبل ما نبداو ونعرض عليكم كامل التفاصيل، نتمنى منكم ديروا لنا الاعجاب والاشتراك فضلا وليس امرا، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو على بركه الله. الرئيس عبد المجيد تبون انتقل لهم مفاجات مدويه، خاصه ليله امس اللي في البث المباشر واللقاء الصحفي، اللقاء مع والحوار الصحفي مع العديد من الصحفيين الوطنيين، كشف مفاجات ثقيله. ولكن اكثر حاجه ركزت عليها، خلينا كاين بعض الامور ركزت عليها الصحافه الفرنسيه وكاين اللي الصحافه الايطاليه وحتى المالي حتى روسيا حتى الصين، ولكن نركزوا تحديدا على الصحافه العربيه ومن بعد نجيو لهذوك بحول الله في فيديوهات قادمة. أما بخصوص الصحافة العربية راهي ضجة كبيرة، وحتى خاصة في تويتر ثاني تروح لتويتر تشوفهم كامل اللي يجبدوا المقاطع تاع الرئيس عبد المجيد تبون وتصريحات، ويأكد باللي العديد من الحكام العرب يبانوا يظهروا للعلن بعض المواقف، ولكن في السر يديروا مواقف مغايرة تماما. وحتى كشف الرئيس عبد المجيد تبون من قال وللعلن، وصراحة راه أصلا هو متحدي جميع القادة العرب، وما كان لا دبلوماسية لا محاولة إخفاء بعض الحقائق. علاش؟ واش قال الرئيس عبد المجيد تبون؟ قال باللي بزاف دول عربية وبزاف قادة عرب، تحديدا عفوا ماشي دول عربية، قادة عرب حكام عرب داروا اجتماعات سرية. في الاجتماعات السرية هذيك تعمدوا إقصاء الجزائر، وكما كان أصلا متوقع وواضح للجميع إقصاء الجزائر، لأن الجزائر طالب بتدخل عربي مباشر في القطاع باش يفرضوا بحول الله الأمن والسلم ويحافظوا على الاتفاق تاع وقف جميع الأحداث وباش ما تكررش. ورانا شفنا مباشرة تطرحت الخطة المصرية فشلت رسميا. ولهذا القمة العربية حتى اللي راح تجري بحول الله في الجزائر ما نظنش باللي راح تكون فيها العديد من الحكام حتى ويعرضهم الرئيس عبد المجيد تبون شكليا. راني نقلت لكم في الفيديو قبل السابق باللي العديد من الصحف العربية والأجنبية قالوا باللي راهي قمة مرتقبة في الجزائر، ولكن ماشي راح تكون عربية خالصة وما راح تكون أجنبية خالصة. سيستدعي بحول الله فيها العديد من الدول وتتعقد ويخرجوا بحول الله بخطة قوية. ومن المتوقع أقوى الحاضرين كاين بعض الدول العربية وعلى قلتها، وخاصة اللي عندهم مواقف مشابهة للجزائر، وتحديدا دولة تونس الشقيقة وحتى بعض الدول هنا وهناك، ولكن التركيز أكبر. علاش؟ ذات الصحف راهي تقول باللي التركيز أكبر الرئيس عبد المجيد تبون بحول الله والخطة الجزائرية اللي يتم الحديث عنها لازم بحول الله تحضر كل من روسيا والصين وإسبانيا وألمانيا وخاصة ثاني إيطاليا والعديد من الدول الأجنبية. راح تكون ميكس، نص أجانب نص دول أجنبية نص دول عربية، ولكن غير المتوقع إطلاقا وحتى يستدعيهم شكليا ما راح يحضر السيسي ولا راح يحضر بن زايد ولا راح يحضر بن سلمان. هذه باش نكونوا واقعيين وما نكونوش دبلوماسيين يعني ونخفيو بعض الحقائق، لأنه هما راكم شفتوهم كيفاش قصوا الجزائر، داروا الاجتماع وداروا خطة بيناتهم وحبوا الجزائر تجي تمضي لهم، ولكن الجزائر كانت بالمرصاد. وان شاء الله ربي يوفق الجزائر في هذه القضيه لو كان تطرحها الجزائر، وبحول الله تكون انجاز تاريخي، لانه راكم شفتوا الاحداث راهي اصلا تكررت في القطاع وراه الوضع غير يتفاقم، وزاد ملف التهجير راه زاد رجع بقوه. خاصه ترامب كاين اللي يشدوا على التصريح تاع ترامب الاخير، كان دار له بوحده التصريح قال ما كانش خلاص شكون راح يهاجر. سالته واحد الصحفيه قال لها شكون راح يهاجر، واحد ما راح يهاجرهم، ولكن هذيك كرد انفعالي، ولكن في الواقع راه مازال الملف وراه مازال التخطيط ساري. ولكن بحول الله الجزائر تطرح حل بديل ويكون مقنع حتى لامريكا، لانه تقول لي نقنع به الطرف الفلاني ولا الفلاني. اصلا الجزائر راهي حاليا وحسب ذات الصحف من طلعتها قال لك علاش تاجلت القمه العربيه، علاش تاخرت ماشي تاجلت، هي بحول الله ما تاجلتش. علاش تاخرت الخطه الجزائريه للخروج للعالم؟ هي تاخرت لسبب واحد وواحد، الجزائر ما راهيش حابه تسرع
وتطرح مثلا مشروع قرار ولا خطة بديلة للخطة المصرية بتهور، ومثلا ما تجمعش التأييد الدولي الواسع خاصة مع أقوى دول العالم. والجزائر بحول الله راه يتجمع العديد الدعم وتحشد في الدعم الدولي من عديد من الدول العالم. وحتى رانا شفنا باللي عمار بن جامع رغم ملف التهجير ومازال ما طرحش أي مشروع قرار في مجلس الأمن، لأنه الجزائر راهي تتريث، لأنه تجمع التأييد الدولي وتروح لترامب بحول الله قبل حتى ما اصطرح الخطة وقبل حتى ما اصطرح مشروع القرار. لأنه عمر بن جمع كون يطرح مشروع القرار في مجلس الأمن كونك متأكد مليار بالمية ماشي 100% أو لا حتى تريليون بالمئة باللي مباشرة أمريكا راح تستعمل ضد الفيتو وما يستمرش. رغم العلاقات الطيبة مؤخرا والمتينة بين الجزائر وأمريكا وفتح العلاقات حتى عسكريا وحتى تجاريا وثقافيا المهم حتى هي راهي تدعم في الاقتصاد، ورانا شفنا المواقف من ترامب ومن العديد من المسؤولين. ولكن هذا ما يعنيش من نشوف هذا التقارب تظهر لك انت باللي خلاص هما راح يأيدوا ما يستعملوش الفيتو. لو كان جاو ما يستعملوش الفيتو، لو كان عمر بن جامع من ثاني يوم لدخول ترامب للبيت الابيض كون طرح مشروع القرار. ولكن عدم طرحه يأكد لك بلي الجزائر راهي مقتنعة حاليا بلي لو كان طرح مشروع القرار ولا حتى الخطة راح يرفضها ترامب. وترامب هو باش ما نكذبوش على بعض الناس تقول لك واش يكون ترامب ولا حنا رانا شفنا كيحب يوقف الاحداث وقفها في نهارو، كيحب يزيد ترجع مثلا رجعت في نهارها. لهذا بحول الله التأثير والخطة هو كان من قبل. وكان ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي كان أصلا هو بذاته طلب وقال نطالبوا بخطة عربية. طرحت الخطة المصرية. وعلاش ما نجحتش الخطة المصرية؟ لأنه صراحة خطة هشة وما تبينش وما جايش من موقع قوة ولا من موقع صح حل مناسب وأمثل، لأنه جات ضعيفة وما عندهاش حتى الحشد العربي ما كاش، فما بالك بالدول عليها. صح مؤخرا تشوف بضعة دول لأنه شافوها ولاو يدعموا في الخطة المصرية على أساس لأنه علاش يدعموا في الخطة المصرية؟ لأنه شافوا ما كانش البديل وبحول الله الجزائر تجي بأحسن بديل. وما من الخطة المصرية علاش دعموها؟ لو كان دعموها في البداية ورانا شفنا باللي حتى اللي شاركوا في الخطة المصرية وتعمدوا يقصروا الجزائر، لأنه الجزائر تعلي السقف وتحط ملف الغاز وملف البترول، تحط باللي كيفاش تقنع أمريكا، كيفاش تعلي السقف حتى أنت تمارس ضغوطات، أنت تحافظ على أي اتفاق لوقف الأحداث باش تفرض الأمن والسلم في الشرق الأوسط ككل. ولكن هما لا، حنا شغل هذا راهو وخلاص. من بعد غلق الاجتماع القمة العربية شفتوا كاش قرار خرجوا به، ولا شفتوا كاش تغيرات جذرية صارت، ولا كاش والو. كاين اللي ما تعقدتش هذيك القمة العربية وقلنا باللي الفاعلين الرئيسيين في هذيك القمة العربية واللي داروا الخطة المصرية راهي ماشي غير خطة مصرية، إماراتية سعودية أردنية. شفنا أهم شخصين مثلا اللي ساهموا فيها بن زايد وبن سلمان ما حضروش. لهذا يأكد لك باللي أصلا كان محكوم عليها بالفشل. والجزائر من ما حضرتش الجزائر هما كانوا يتوقعوا تحضر الجزائر ويولي التطبيع والتزمير لبضعة أيام ينوموا الشعوب العربية، ولكن ما صارش هذاك التنويم. والجزائر كانت متفطنة لهذا، ولكن بحول الله جميع المؤشرات راهي تقول إيجابية. وخاصة مع تصريح الرئيس عبد المجيد تبون توقعوا باللي راح يخرج بقرارات بحول الله إيجابية من قمة الجزائر ولا حتى الخطة الجزائرية ولا المشروع القرار الجزائري، لأنه بحول الله راح يكون مهم والأمل الوحيد الذي سيطرح. ما تستنى حتى دولة ممكن تطرح خطة بديلة من غير الجزائر. إن شاء الله ربي يوفق بلادنا. وقلنا هذوك الاجتماعات السرية راهي ضجة كبيرة، وحتى غضب من بعض المطبلين لبعض الحكام العرب راهم يهاجموا في الرئيس تبون من كشف لهم هذيك الأمور السرية والاجتماعات السرية، لأنه كل شيء واضح وما بين السطور أوضح من الكلام اللي قالوا. المهم كان هذا فيديو اليوم، نتمنى منكم ديروا لنا الإعجاب والاشتراك. مع السلامة.